لو انت مستني اليوم اللي يجيلك فيه نفس تقوم وتتغير وتنجح، فاعرف ان اليوم ده مش هيجي غير لما العمر يكون راح منك، هيجي لما تبقى دفنت نفسك في قيود وقيود هتصعب عليك المهمة. اختار انك تكسر قيودك كلها النهارده، لانها كل يوم بتزيد قيد. اختار اكبر قيد انت عارفه عن نفسك كويس وحطه قدامك، وبص له بصة تحدي بنظرة قوة بنظرة انتصار، وتخليه مجسم مادي قدامك واكسره. اكسر قيودك قيد ورا قيد، اكسر عاداتك الغلط، اكسر كسلك، اكسر اخطائك، اكسر الشخص اللي جواك اللي بيحاول انه يكسرك. صدقني هتكسر حاجة وهتبني 100 حاجة تانية مكانها، كلها طريق سعادتك. هقول لك حاجة كمان، انت هتعيش مرة واحدة بس، مرة واحدة بس، مش هينفع تعيشها بتهرب كل يوم من الألم. مش هتقضي حياتك هربان من نفسك، مش هتعيش حياة سعيدة أبدا وانت بتهرب فيها من الحياة نفسها. لو النجاح المفروض يكون سهل كانت كل الناس نجحت، وما كانش النجاح هيكون له أي معنى. أكيد سمعت عن ناس كتير بدأت حياتها من غير أي مقومات مادية ومن غير أي مواهب في الحياة. الناس دي كان عندهم قدرة واحدة بس، إنهم ما كانش عندهم أي حاجة يخسروها، ما كانش عندهم رفاهية إن هم يهربوا من الألم. الناس دي كان عندهم قدرة رهيبة على الاستمتاع بألم الطريق. كلنا قابلنا ناس كتير جدا في حياتنا اقل من معظمنا مليون مره في التعليم وفي الذكاء وفي المستوى المادي والاجتماعي، والناس دي نجحت نجاحات استثنائيه، نجاحات اكبر من اي نجاح احنا حققناه لغايه دلوقتي. عارف ليه؟ عارف ليه الناس دي نجحت مع انها ما عندهاش مقوماتنا على النجاح؟ لان النجاح من حق كل الناس، مهما كان الواحد فقير، مهما كان الواحد قليل في التعليم، مهما كانوا محدودين الذكاء. النجاح من حق كل واحد بيعمل خطوات النجاح ويوافق انه يدفع ثمن النجاح بسهر ومجهود وضغط وتركيز وتعليم. للي بيوافقوا انهم يسيبوا كل المتعه اللحظيه، للي بيوافقوا انهم يسيبوا كل حاجه بتضيع وقتهم النهارده علشان ينجحوا بكره، للي بيوافقوا انهم يتألموا ويختاروا ان هم يستمتعوا بالألم. نصيحه مني ليك، قوم اختار انك تستمتع بالألم، وشوف ايه اكتر حاجه بتألمك واعملها وابتسم وانت بتعملها، وعلم نفسك انك تبتسم، وعلم نفسك ان كل ما الطريق كان صعب كل ما فرصك في النجاح هتكون اكبر من اي حد تاني. لان زي ما انت كنت بتهرب من ألم الطريق قبل الحلقه دي، كل الناس التانيه برضه بتهرب من الألم. ابدأ لاحظ وشوف، وانت بتختار انك تمشي في طريق صعب وبتستمتع بالألم في الطريق ده، هتقابل ناس كتير جدا راجعه من الطريق الصعب ده ومش هيكملوا فيه، لانهم هم كمان هيهربوا من الألم. منهم ناس المفروض انهم يكملوا فيه ويقدروا، بس هم مش فاهمين اللعبه كويس. اللي فاهم بس نقطه الاستمتاع بالألم هو اللي هيكمل. انت اللي ممكن تكمل طول ما انت بتستمتع بالألم يوم ورا يوم. كل ما الألم يزيد كل ما ابتسامتك بتكبر وعزيمتك بتشد، لانك بتكون فاهم ان طريق النجاح بيفضل ليك انت لوحدك، علشان غيرك مهما كان مؤهل هيهرب من الألم لانه ما تعلمش انه يستمتع بالألم.